السلام عليكم، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا في أسعد حال. الجو بقى بدأ يتكتك ومامتي قالت لي: "يالّا بقى نجيب كرنب ونعمل محشي." معايا هنا بقى بصل، أنتم عارفين المحشي بيحب البصل، حاطة كده معاه حبة فلفل أحمر، اللي هو الفلفل الرومي الأحمر ده، كنت بافرُم قبل البصل ولَم بقى لمّيت البصل بالفلفل اللي كان موجود في الكبة، بيدّي طعم وريحة حلوة أوي. هاقلّي بقى، وكان عندي شوية صلصة كده في الفريزر، أنا باجيب صلصة وباخزّنها زي ما شُفتوا في الفيديو اللي أنا عملته قبل كده عن طريقة تخزين الصلصة. سِبته بقى هاسيبه أنا ما باحبش أحمّر البصل أوي، تمام، فهاسيبها بقى تفُك. هنا بعد ما فكِّت دي الهريسة اللي أنا باقول لكم عليها، أو الفلفل الأحمر، ده أنا مش حامي، ده البارد، الفلفل الرومي البارد. حطيت بقى حبّة هنا على الطماطم، بتدّي طعم حلو أوي وريحة حلوة أوي للتسبيكة بتاعة المحشي. حابة تحطّي منّه الحامي تمام، مش حابة نكتفي بإيه، باللي هو الرومي ده. أنا كان برضه الخضرة عندي أنا باقطّعها وباحطّها في الفريزر، أطلّع منها حبّة، حبّة وقت ما أحب، هي كانت لسه مجمّدة، فأنا نزّلت عليها الصلصة سخنة وسِبت حبّة صلصة هنا أحطّهم على وش المحشي. ماما هنا بقى قاعدة بتلِف في المحشي وعمّالة تقول لي: "قولي لهم إن ما يحطّوش الصوابع ملزّقة أوي جنب بعض علشان الشوربة تتغلغل في المحشي كلّه، ما يبقاش حبّة مستويين وحبّة مش مستويين." فأنا باوصّل لكم المعلومة أهو. قبل ما نكمّل الفيديو، اللي مش مشترك معايا في القناة يا ريت يشترك في قناة اليوتيوب تدعموني، واللي مش متابعني على الفيسبوك يتابعني، واللي مش متابعني على الإنستجرام يتابعني، وشجعوني بالله عليكم، عايزة أكبر بيكم. شايفتوا زي ما أنا كده مصوّرة، بُصّوا الصوابع مش ملزوقة في بعض أوي علشان ما تكتمش الشوربة وتوصل للحلة من فوق ومن تحت زي ما ماما بترُص كده زي ما إحنا شايفين. اللهم صل على سيدنا محمد. هنا بقى كنا خلاص خلّصنا محشي الكرنب، واتبقى حبّة رُز نرميهم، لأ نرمي مين، ده الرُز ب32 جنيه النهارده. فقُلنا كان عندنا كده شوية بتنجان وكوسة عندي في التلاجة، بتنجان أسود على كوسة، وقرن الفلفل ده الأحمر ده جاحد كنت واخداه كده فوق البيعة، ما حدّش يفكّر يحشيه يا جماعة بجد، أنا أول ما كلته شرّقني. هنا بقى الملوخية الحلوة بتاعتنا، الملوخية الفلاحي، شايفين خضرها وجمالها تحفة. طبعًا أنا طريقة الملوخية عملتها معاكم قبل كده، هتلاقوها موجودة عندي على الصفحة. هنا بقى بدأت خلاص أهي بقت تشرّب المحشي بتاعي، خلاص بدأ يتشرّب. بُصّوا بقى أنا حبّة الصلصة حطيتهم على الوش مع الشوربة، أول ما فتحت الحلة الدخان طلع على الكاميرا ما عرفتش أصوّر لكم، فبيدّي بقى المحشي طعم وحمار رهيب. هنا على نار هادية خالص، نار شمعة كده، وسيبوها تتشرّب. هنا برضه بُصّوا لسه ما اتشرّبش، بس الدخان مش مبيّن، مش مبيّن. هنا خلاص كُنّا خلّصنا بقى وكُنّا مستنيين إن إحنا نفترسه. ريحة رهيبة تحفة بجد، تسلم إيدِك يا ماما. كانت حاطة كمان على الوش معلقة سمنة بلدي مفحفحاه أكتر، ودول شوية البتنجان الصغنطاطين كده اللي كنا عاملينهم بكمالة الرز. وآدي بقى الملوخية الخضرا الفلاحي الجميلة اللي معانا. وما تنسوش دعوة حلوة لأمي بالصحة وطولة العمر، وما تنسوش المتابعة، ودايمًا منورينّي يا رب في قناتي مطبخ سمر.